وصلنا تعالي يلا يلا اي يلا وصلنا توبة يا أمي يا أمي وصلنا يا أمي وصلنا لك عيط الإسعاف هو لك عيط قول يلا ايدك عد ارتاحي توبة يا أمي توبة خليك يا أمي دايم يا بس أمي نجيب الإسعاف يا أمي بيقول احسن لا تعيديها ريت انا ولا انت عجبه لك عجبه لك راح يسلك لك سلت الولد لك يلا ايه وصلنا يلا 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 سلامة قلبي يلا يلا دي سكر اصلا سكر يلا 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 الله معك الله معك مبروك اجتك بنت. شو؟ بنت اجتك. بنت؟ ايوه يلا ديمو اجت بنت اجت بنت يا ديمو ديمو بنت المرة هتجيب بنت. الشبكة جوا انا بحب الولاد. الله يبعث لك مبروك اجتك بنت ثاني. بنت ثاني؟ ايوه ديمو صار بنتين حبيبي أو الله يبعث لك نصير عن جزء بسرعة مبروك اجتك البنت الثالثة. ديمو صاروا 3 بنات ثاني وثلاثة ان شاء الله الف مبروك اجتك البنت الرابعة. الرابعة ألف مبروك بهلول الله يبارك فيك ان شاء الله بيربى بعزة. شكرا يعطيك العافية ديبو ايه روح بشر أهل البناية كلهم ولا لك اوعى تخبر حدا ها أنا بشرهم طيب ما بدك تروح هي تطمنا على ست كريمة؟ صارت الساعة 4. لا أنا بعدين بلحقك روح أنت طيب بدك ندير بالك على حالك. وأنت اوعى تخبر حدا ها طيب ماشي مع السلامة اترك لك الطرطيرة تاخذها معك ست لك كريمة. روح لا تصطفي سلام. وشو جابت؟ جابت 4 بنات 4 إيه وعنده 8 صاروا دزينة. عمي أبو دلال اوعى حدا يبشره ها
بس يجي انا ببشره مشان اخذ الحلوان واياك تقول لخالتي ام دلال. لا تخاف، ما حدا حيقول له. بس يجي من ادلب روح انت قل له وخذ الحلوان لحالك، حلالك زلالك. حدا سأل عني بغيابي؟ ايه سأل عنك ابو سعيد. ما قال لك شو بده مني؟ قال شوف له حل لهالتليفون، صار له 10 ايام معطل. ايه بسيطة، انا بدبره بمعرفتي. 4 وعنده 8 صاروا 12. جاي شقة كبيرة ومشمسة، مساحتها حوالي 120 متر، 4 غرف وصالون، وبرندات داير من دار. الو احنا هنا ونجحناه في المدرسة. الو احنا هنا ونجحناه في المدرسة. ابعت لك. الو. ايوه مسكي سهام، معلق خط على الضيعه. الو، مين؟ عمي، كيفك عمي؟ اهلين سميرة، كيفك سمورتي؟ ماشي الحال. انت كيفك؟ بعدك لوحدك؟ لحالي ايه. انت رح ترجع هنية؟ طيب شو مشاريعك الليلة؟ الو، مين بابا؟ مرحبا بابا، اعطيني امك. لك ايه امك؟ ماما مو هون، ما بعرف وين راحت. لا يا ماجد، اليوم ما في مجال، بكره اذا نزلت. قاعدة هلا عم حاول ارسم. اللي على نمرة تليفونك بقلك على نمرة تليفوني. اللي على نمرة تليفونك بقلك على نمرة تليفوني. يبعت لك. تسلم لي، ما أخف دمك. لك أخي أنا كل الناس بتشكر من معاملتي، روح اسأل. ما بدي اسال يا روحي، المكتوب مبين من عنوانه. روحي؟ عم تحكي جد ماجد؟ امك ولدت ولا لسه؟ وين صارت اللوحة؟ ما بعرف وين راحت. علي صوتك. لك اطلعوا على الخط بدنا نعرف نحكي. أي يطلع بلعكن إلهي. انت اطلع عن الخط يا قليل الحياة، عم بحكي مكالمة خارجية. مين عم يحكي؟ عم بقول لك عرف مع مين عم تحكي ها؟ إشي بيهوي، مين ما كنتوا تكونوا. يا عيب شو عليك انت؟ انا ما رح اسكر. ولك مين عم يحكي؟ شيء اخلع رقبتك ها؟ عم قل لك اطلع على الخط خليني أعرف أحكي. لك مين عم يحكي؟ ولك مين عم يحكي لك؟ لك شو قلة هالذوق؟ ها، وهاي صلحنا تليفونات البناية. يا سلام. تسلم لي، ما أخف دمك. لك أخي أنا كل الناس بتشكر من معاملتي. تحكي جد ماجد؟ امك ولدت ولا لسه؟ وين صارت اللوحة؟ مرحبا. اهلين، مرحبا بالشباب. اهلين وسهلين. نحن ورشة تصليح تبع مديرية الهاتف. ورشة شو؟ مديرية الهاتف تبع التصليح؟ ممكن تدلنا على العلبة؟
أي علبة؟ علبة الهاتف، شو ما بتعرفها؟ بجوز هي، ولا لا يمكن هي، ولا اقول لك بجوز ابن القفا. تعال. العمى، لك شو هاد؟ شو لقي؟ لك كل الأشرطة ملخبطة فوقاني تحتاني، إيه تقول صح معكرونة مو هيك؟ لك إيه ما في شريط محله؟ مين عامل هالعملة هي؟ اسمعني أقول لك، روح نادي للناطور لنسأله، بسرعة. لك شو هاد؟ يا ابو الشباب، يا ابو الشباب اذا سمحت شوي. ولا انا كم مره قلت لك على البنايه تبعنا لا تجي. هربان من المدرسه وجاي لهون؟ انا موظف بمديريه الهاتف. موظف وين؟ مديريه الهاتف. اهلا وسهلا. اهلين. اجا حدا قبلنا طلع على علبه الهاتف؟ شو يعني طلع على علبه الهاتف؟ يعني حدا من سكان البنايه طلع على العلبه او مد ايده عليها؟ ليش في حدا بيسترجم مد ايده على الكهرباء وانا هون؟ يا حبيبي هي مو كهرباء، هي علبه تليفون. يعني هي ما بتكهرب؟ لك عمي خلاص بقى اتركه، روح عمي روح على شغلك، وانت التاني تعال عندي. شو يا اخي؟ امتى رح تصلحوا لنا خطوط هالتليفونات بقى؟ إيه ما شايفتينا عم نشتغل؟ امبارح تشربكت كل خطوط التليفونات مع بعضهم وبعدين معكم؟ إيه في حدا يلعب بهذه العلبة؟ مين بده يلعب فيها يعني؟ اكيد حدا من طرفكم. لك فوتي هلا شو بدك بهالشغلة؟ ما اجى حدا من طرفنا. يعني بيتصلحوا اليوم؟ عم نشتغل. ولك فوتي جرستينا، ترك الرجال يعرف يشتغل. امتى رح يوزعوا الخطوط الجديدة دادا؟ لك شو شايفتي قدامك؟ مدير عام كله شايفته موظف على السلم من حيط لحيط. شو امرت اخي؟ شو شايفنا ببريس قدامك؟ قصدي اقول ايه فوت انضب انت ومرتك لجوا وخلونا نعرف نشتغل. هيك احسن لك؟ انضب، احترم نفسك، انا كنت رئيس دايره ومحترم. يا حبيبي سمعانين الحكي كتير. لا يظهر انك قليل ادب فعلا. انا قليل ادب؟ إيه انا بدي اخليك تعرف شو تحكي مع العالم. استنى علي. اقعد. هيك احسن لك. طولوا بالكم يا جماعه. عمي ابو دلال مشاني هالمره اصدر عم دقني. طب مرتك وفوت لجوا. تنباع بالعزاء انت وياه. اتركه يطلع لشوف شو رح يعمل. طول بالك عمي ابو دلال. لا تحط عقلك بعقله. شو مفتكرني مشهور قدامك؟ العامة بعيونك واقف عندك. ها؟ اتركه لا، فلته. بدك تتركه احسن لك، عم اقول لك ها. ما بدك تتركه؟ اتركه احسن لك، بدك تترك غبي. اتركه لا. اتركه عم فهمك ها. اتركه ها. اتركه الله لا يوفقك. وقفنا فلت القميص. لك فلت القميص. وانت الثاني سكت رجال زي لتحت. زي لورجيك. فلت القميص. ابو دلال احسن ما خلي ابو دلال يمرز على رقبتك. خليه يفرجينا مرشلته. روح لك. اقعد. لا انت الثاني لا انت منين طالع لا؟ انت منين طالع؟ انت كليتك. لا انطفشت براس مقلوب. ابو دلال يا عيب عليك عيب الحبس للرجال. هذا اللي عم يبكيني. انت ليش عم تبكي؟ انا عم يحرقوني عيوني. انا كنت رئيس دايره ومحترم، انت التاني هيك يصير فيني. بسيطة قطعتني قلبي. الله يسوقك يا خالتي ام دلال. جايين الدنيا ما نعرف
ليه ولا عاوزين ايه مشاوير مرسومة الخطوينا نقضيها بغربة ليالينا سوا ربينا سوا قضينا ليالينا. وصلت الجولة ضربت لك محابيس لعب النار حد يلا حد على مين فيكم ابو دلال؟ مين؟ أنا قوم تعال قوم. إعدام بهلول حينبذوا الإعدام. أنا بريء. تعرف معي. أنا بريء بريء بريء. قوم حضرة الموظف قوم. هيك رح ننجح حضرة الرقيب. شعود أحسن. ليش هيك موسخ حالك؟ فركشت على الدرج وهن مطالعيني. كان مفكر بدهم يعدموه. تفضلي وقعي لنا هون على الكفالة يا ست ام دلال. بتريد مني شيء تاني حضرة الرقيب؟ أنا لولا خاطر الست ام دلال كنت بدي خليك تتختخ بالحبوس. ليش شو عامل؟ ما بتعرف شو عامل؟ اعتداء على موظف حكومي أثناء تأدية وظيفته الرسمية. صح وكان حامل سلة وشيدي. وبالزت عليه تشقف زريعة من البلكون. هي لحالها جناية. 4 سيدي 4 قالت 4. ربك حليم الرابعة انطبشت براسي. لو اجت براسها المعتر الموظف كنت انعدمت. تفضلي استلميهم ست ام دلال. شكرا أخي. تفضل يا سواد وشي بس قدام أهل البناية. يحيى العدل يحيى العدل امشي يحيى العدل. روح معهم أنا حضرة الرقيب. زيحي زيحي روحي. الحلوة دي التاجن في الفجرية والدجوين ده كوكو كوكو. بدك شيء من السوق؟ تعرف؟ لهلا مالي عرفان شو بدي اطبخ. حزير شو عم فكر؟ شو؟ جاي على بالي اعمل سجقات وابوات وروس وفتة مقادم. أكلة طيبة بس أجلي الله يرضى عليكي لغير يوم. ما بعرف دبري حالك. ليش؟ قلت لحالي هي وانت قاعد بالبيت. يوم مشغول بالي على أنا لهلا ما تلفنت. اصبح امرؤ وشوف اذا في رسائل منها. أكيد رح أمرق، لازم روح الحارة أسأل. صباح الصباح فتح يا عليم والجبن ما فيه شي ولا مليم بس المزاج رايق وسليم باب الامل بابك يا كريم. أمره عجيب البهلول وين راح؟ صباح الخير أستاذ سليم. صباح الخير. دخلك شفت لي بهلول شيء؟ شو شايف بهلول رفيقي؟ لا تسألني عنه. لا عدم المؤاخذة فكرتك خلصنا أخي ما شفته انتهينا. لا تواخذنا أخي لا تواخذنا. كانت باطلة ومحولة هذيك الساعة اللي شفنا وجوهكم فيها. صحيح مثل ما بقول المثل اللي بيطلع من توبه بيبرد. يا سلام يا سلام. شو بهلول؟ مبسوط؟ ايه مبسوط. قول ديبا ما بياخذني سيرة. ما بياخذني. ما قلت لي فكرت بالموضوع؟ محتار كثير. لك شو محتار؟ لك هي التحشت بالنظارة وما حدا سأل عنك. لازم تلتفت لمستقبلك شوي وتجمع شوية مصاري. مصاري ما عم يتجمع معي. صاير عم بتبهنك كثير. لك ان شاء الله مفكر هالعز والنعيم اللي انا عايش فيه وهالطرطيرة اللي عندي من معاشي. لكن مو من معاشك. لك لا حبيبي، هي من شطارتي وحربقتي وشغلي بالتجارة. عمين طربوش هاد وحطوا على هداك. عجبتني شغلة الطرابيش، شغلني معك فيها. لا بهلول ما بقدر، لا تحرجني. ايه تصطفل. طيب قبلان بس على شرط بتحط مصرياتك معي وبتاخد ربح كل شهر وما بتسألني شو عم اشتغل.
سهومة يعني. برافو عليك. ما قلت لي قديش معك؟ بدك كل اللي معي ولا بكفي نصهم؟ كل ما زاد الرسمال كل ما زاد المربح. يعني صار معي لحد هالآن شي 2000 وكسور. روح عنا يا لعيت لي قلبي من الصبح على 2000 ليرة. ايه ما بقدر بعطيك اياهم كلهم، بعطيك 1000. ما بتعرف الدنيا فيها موت وحياة، شو بصير مع الواحد شو بعرفني. طب ماشي الحال، هاتون. يا حبيبي ما احلاني واحمل هيك مبلغ كبير بالطريق. اصبح طلعنا نجيبهم. سوق انت ولا سوق انا؟ صرت شريك يا؟ لا سوق انت. طيب اطلع. تفوش. ليلي يا ليلي صباح الخير عمي ابو سعيد. اهلا بهلول، صباح الخيرات. هات عنك. لا لك ابني المشوار قريب ما محرزه. الله يصلحك يا عمي ابو سعيد، قلت لك 100 مره انا بنزل على السوق بجيب لك الاغراض وطالعن على البيت براسي. لك ابني قلت لحالي بتسوق وبتسلى. ما اجانا شيء مكتوب او برقيه من هنا لحد هلا ما اجى شيء، بس يجي بيطلع لعندك مثل القرد ولو كم عنا هنا. تسلم يا بهلول تسلم. اهلين. خير طمني شو صار معك؟ ما صار شيء. شو هالحكي؟ يا ستي عدي على اصابيعك. هات لنشوف. رحت عند ابو عدنان الخمساني إيه؟ ولعند زكي السمان ولعند نبيه الخضري ولعند بهلول الناطور. لا حس ولا خبر. ايه الله يصلحها البنت اللي إلك، قلنا لها ما بتقدري تبعتي برقية، ما فيك تكتبي مكتوب، ادقي تليفون. لا مكتوب ولا برقيه ولا تليفون. شوفي مين؟ جاي يا رضا. اهلين بهلول. كيف خالتي سميحه خانو؟ شو؟ يخلخ بعظامك ريتك. ابو سعيد اجا بهلول. فوت بهلول فوت، ليش واقف برا شو مستحي؟ عمي ابو سعيد نسيت فاتوره الهاتف تبعكم معي. تليفوننا كان مقطوع. ايه بجوز فاتوره قديمه. فاتوره قديمه تنشوف. ولك هيدا الاستاذ سليم بسيف. شو هالحكي؟ ايه اكيد بتجيب الثاني. دقيقة. ها هي.
ولك هي انذار لابو دلال خذ. ايه لك هاي لك اكيد هي لا صدقني ليك ليك هذا تبليغ للاستاذ مصطفى. ولك هي شو هي؟ هي تبليغ محكمة لعم ابو عماد. منو هذا ابو عماد؟ بالبنايه كلها ما عندنا ابو عماد. ايه مو بنايتنا، عند ديبو استلمتها بالغلط. هي شو هي؟ هي برقية الاستاذ سليم، انذار من البلدية، اجت من جمعتين. ولك هي برقيه يا بني ادم. ايه برقية من البلدية صح. ولك هي برقيه من بنتي هناء من الامارات. اقراها ابو سعد، شو منتظر؟ سأرسل لكم شخص من طرفي ومعه بعض الهدايا، وسأتصل بكم تليفونيا. ابنتكم المخلصة هناء. اطمن قلبها. الله يسامحك يا رامي، الله يسامحك. اسبوعين والبرية بجيبتها. ايه انا كنت بفكر يعني اسبوعين. ايه شو بتعرفني انا انها برقية؟ افتكرتها فاتورة. اهلين معلم خليل. اهلين معلول. عندك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. شلونك؟ هات بشارة. بشارة؟ احكي بهلول، نشفت ريق احكي. ايه هات بالاول. ايه مو تكرم عينك. وهي 100 ليرة حلا زلال. صبي مو هيك؟ لا مو صبي. لكن شو؟ بنت؟ كمان مو بنت. لكن شو جابت؟ قرد؟ لا 4. 4 قرود؟ لا 4 بنات. 4 بنات؟ يا الله لا يعطيك عافية على الخبرية. هات ال 100 ليرة ولا بضرب لك بهالشكل. اشكر ربك اللي ولدت الساعة 4. لو ولداني الساعة 12 كان اجاك 12 بنت. أنا ما يجيني 4 بنات، لك مش عذبكي 4 أيام. هذا إذا إجاني. يعني ما شفتوها أختي؟ ابدا. ما سالت بهلول؟ سألته، قال لي ولدت 4 بنات، ولما رجعت لأسأل وينها ما لقيته بالأوضة. طيب ما سالت بقيه الجيران؟ كلهم سألتهم، ما في حدا بيعرف شيء. بس ام دلال قالت لي انه سمعت تنوايه بالمدخل اولت امبارح. يا لطيف، تنوايه؟ ايه، انا مرتي لما بدها تولد بتنوي، هيك عادتها. لا تاخذين اختي. مهلول مهلول، لك تعال هون، تعال هون. صار لي ساعة ندور عليك، وين كنت؟ كنت فوق عند عمي أبو سعيد عم تدور علي. ليش؟ أنا زعلان منك، ما بكفي أرطع لي الحلوان؟ كريمة وينها؟ كريمة؟ وديناها أنا وديبو على المستشفى. على المستشفى؟ لك مين كلفك تاخذها على المستشفى؟ أنا بدي ولدها بالبيت ودافع رعبون الداية. إيه أنا شو بعرف إنك دافع رعبون للداية؟ شفناها عم تستغيث أسعفناها. على أي مستشفى؟ أي مستشفى؟ أي مستشفى؟ مستشفى العناية الإلهية. يا خراب بيتك يا خليل، يا خراب بيتك. ولك هي أغلى مستشفى البلد، ما لقيت غيرها. دبت فيك النخوة يعني؟ هلا هذا اللي طلع بوجهنا لما كنا مأسعفينا وأخذناها هنيك. بعدين لا تخاف، حجزنا لها جناح مرتب. ولي جناح، ولك جناح. ده شو بدي اسوي فيك؟ قلي. طب ليش شاركها هلا بالمستشفى؟ ليش ما رح جبتها؟ رحنا لنجيبها ما كانوا يسلمونا اياها، حجزوها بدهم 15,000. قلت لهم انا ايه خلوها عندكم، خلوها محجوزه ليجي جوزها خليل. حجزوها وما دخلك. يا الله لا يخليني اذا بدي خليك. وقف ولا لك وين؟ وين معفرك؟ لك وين؟
شبك مبوزين؟ ما في شيء. لا في شيء، بدك تعلمني عليه؟ هلا ما بيحق لي بوزم حتى ببيتي، اذا ما بيحق لي بوزم بدي ارجع بوزم بالنصارى. لا بس اعرف السبب. هيك حيوانه، انا بحب النكد. ما بدك تحكي اصطفي. انه بتلاقيها حلوه دق مين افتح الدلاله ام دلال هون، الدلاله ام دلال بيعت فلان بيته شرته له على التاني باكثر من 100,000 ليره. مين عم يحكي هيك؟ ناس يحاكي هون الحكيم ويهز براسه. ناس فاضية ما عندها لا شغل ولا مشغلة، قاعدين لحسد الناس بس. بس يا ام دلال انت لازم تقدري وضعي مع زملائي. زملاء؟ ايه زملائي بالشغل، قال شو مرته دلاله. رح نرجع لنفس الفنة. لك يا بنت الحلال شو عاد بدك لسه؟ هي كل شيء صار عنا. شو بدي؟ بدك الحقيقة الشغل حلو والحركة بركة. لك هي بيت صار عنا واحسن فرش ومصاري فيه والحمد لله، بقى خلينا نضب حالنا وننستر. حاجة بقى حاجة، روح شوف الجلاية اللي اشتريت لك اياها. جلاية؟ اشتريتي جلاية ولا بالنظارة؟ بس ان شاء الله تكون من اللي بتجلي طناشر. مشي خشبه. مساك هاي اللوحة كبة. شو فهمتك؟ شبك بهلول؟ مالك معي ابدا. معي كثير معي. هاي اللوحة زدتها تحت، كبة تصرف فيها شو ما بدك. ببلك عليها قهوة. بهلول روح من وشي احسن لك. ها شو حكيت انا؟ ايش قلت لها؟ بهلول؟ ها؟ شو عم تحكي مع حالك؟ لا ما بشي. طيب الله يرضى عليك، رجع لعندي بعد شوي تنزل معي الشناتي لتحت. ايه على عيني. اوعك تنسى مثل عادتك. لا ما بنسى. شو قلتي لي؟ عم قل لك رجع بعد شوي نزل معي شناتي لتحت. شناتي ايش؟ هو علينا. اف شبه كنت معصب اليوم.
مرحبا صفية. مرحبا. لمين اشتريتي؟ مو لحدا. هدول مو شنتينا؟ بلا. شو القصة؟ ما في شيء. لا في. ليه لوين رايحة؟ مصطفى أنا أخذت إجازة من الشغل ورايحة إجازة. إجازة؟ والبيت وأنا؟ معلش مصطفى، أنا ما عادت أقدر أتحمل. اتركني سافر لعند أهلي كم يوم وخلي كل واحد فينا يفكر على مهله. مصرة؟ معلش خليني ارتاح كم يوم. من شان الضيوف؟ مو بس من شان الضيوف، أنا تعبانة كتير. يمكن لما ارتاح عارف أنا شو، زوجة ولا موظفة، خدامة ولا مضيفة. هيك بتخربي بيتك مشان هيك شغلة؟ هي مو شغلة صغيرة يا مصطفى، هي الأساس اللي بدنا نبدأ فيه حياتنا بالمدينة. يا بنخضع لقوانينها ومفاهيمها وبنعيش على أساسها، يا بنرجع للضيعة وهونيك كمان بنعيش على أساسها. لكن نجيب قوانين الضيعة ونعيش فيها هذا شيء صعب ومستحيل. شو هاد اللي بيدك؟ ورجيني. ما في شيء. ورجيني. حبيبي، أتذكر تلك الأحلام والسعادة التي كنا نتمناها؟ أنا لا أكره الضيوف، ولكني لم أعد أتحمل. إن أردنا الاستمرار فيجب أن نضع لنفسنا قوانين وقواعد نتفاهم بها مع مجتمعنا الجديد. طيب ليش بحكي لك هالشيء هون؟ ليش لا تسافري وتكتبي لي؟ ليش أنت فضيت لي لحتى أفتح لك قلبي؟ وهلا مثل ما كتبت. بتعرفي معك حق. روحي ساوي لنا فنجان قهوة لبين ما تبقى وراضي أنا الثاني مسافر معك على البلد. تقدر؟ غصبا عني، ما بقدر استغني عنك. وأنا كمان ما بتقدري تستغني عني. ببقى باخذ إجازة على التليفون. مرحبا. أهلين بهلول. ست صفية، شو طلبتي مني قبل شوي؟ أنا؟ ايه، انت مدري شو طلبتي مني وبالعلامة قلتي لي هو علينا. ما عاد تقدر يا ماجد، ما عاد تقدر، عقلي رح يطق. لا تحملي اكثر من هيك، لازم تتركي شوي لشغلك. بيقول لي عقلي اخذ اجازه شهر زمان لبين ما تهدى اعصابي. ولمين بدك تتركي الطلاب؟ ما هذا اللي مخليني اتردد. صحيح، الدكتور دوان اتصل فيي وقال بدي اشوفك ضروري. شو بده؟ دخيلك لا تجيب لي سيرته. عم ينهز بدني كل ما اسمع باسمه، بلا دكتور دوان بلا دكتور علان. يعني شو قول له؟ لا تقول له شيء، قل له نجلاء بطلت الرسم، خلص كسرنا الدف وبطلنا الرقص. وصرحتي الفرقه والطبال. نجلاء، انت ما لازم تهربي بهالطريقه، هروب بهالاسلوب ضعف. ضعف؟ طبعا. لكن شو القوه؟ اني اكذب على حالي وعلى الناس؟ ما بعرف، انت صايره حساسه كثير. طيب شلون بدي واجهه؟ شو بدي اقول له؟ ضروري تقولي له. ضروري. انا لازم احط النقاط على الحروف. بهلول، يا بهلول، مسيك، هاي مفتاح البيت، شعل عصفور وحوض السمك، وسقي شقف زريعة. ايه بدكم تطولوا بالضيعة؟ ما بعرف على التسهيل، فهمت شو قلت لك؟ ايه فهمت. بس اوعك تلعب بالفيديو ها؟ لا، أنا ما بلعب بالفيديو. طيب، روح وقف لنا تاكسي نروح على الكراج. لإيش التاكسي؟ وطرطير الديبو موجودة. بدك ايانا نطلع بالطرطيرة؟ لا، انتوا لا تطلعوا بالطرطيرة. ديبو بياخذ شنطة بالطرطيرة وانتوا بعدين روحوا بالباص. شو رايك صفية؟ مالي فهمانة شو الفرق بين التاكسي والطرطيرة؟ بالتاكسي بياخذوا 25
اما بطرطير الديبو 15. ما بتفرق، بس يلا خلصونا. طيب ماشي الحال، خذ الشناتي على الطرطيره، بس لا تنسى شو فهمتك، اوعك تلعب بالفيديو. لا انا ما بلعب بشي. شبك ليش وقفت؟ بدي مصاري. شو رح اهرب؟ تفضل. لشو هدول؟ 15 ليرة. مشان شو؟ مثل ما اتفقنا. مع مين؟ شو اللي مع مين؟ خلصونا 5 دقايق وبيمشي الباص. يعني قديش بدك؟ 30 ليرة. اوف. وليش بقى؟ ما اتفقنا على 15. اخي اتبشر معي الدولاب على الطريق ودفعت من جيبتي البنشرة، وبتعرف انت البنشرة عزبون. ها البنشرة عزبون، واذا ما دفعت يا بتدفع يا برجع الشناتي لورا من مطرح ما جبتون. والحل يعني بدك تدفع يا اما برجعون. ما بدها صفني، ادفع لو خلصنا. طيب هات لهون. خد بس خلصني امشي. يلا يلا. يا لطيف على الطمع يا لطيف. بدك تدفش. لك كمان بدي ادفش. روح خلصني امشي. يا ليل